السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم من تاني ان شاء الله. هنكمل تعليم اللغة الإنجليزية من خلال الفيديوهات اللي هنقدمها. بس رجاء من كل واحد هيشوف الفيديو، أرجو من حضرتك أن تدعو لوالدي بالرحمة والمغفرة، لأن هو الشخص اللي كان بعد ربنا السبب إن أنا أكون مدرس لغة إنجليزية، وكان دايما يوصيني إن أنا أسعى في خدمة الناس وإن أنا يكون فيا منفعة للناس. النهاردة قدامكم معلم لغة إنجليزية وزكاة العلم نشره، فأنا قررت إن أنا بأتصدق بعلمي كصدقة على روح والدي، لأن هو كان السبب إن أنا أكون معلم لغة إنجليزية. ورسالة النهاردة لكل واحد لسه والده أو والدته على قيد الحياة، اغتنم كل لحظة وكل دقيقة معاهم، لأن هم نعمة كبيرة جدا في حياتنا، يعني لازم نقدرها ويعني نرضيهم على قد إيه ما نقدر، لأن هي سنة الحياة. كلنا هنموت، كلنا جنازات مؤجلة، وربنا يرحم موتانا جميعا وموتى المسلمين أجمعين. التعبير اللي هنتكلم فيه النهاردة إن أنت مش هتحس بقيمة الحاجة إلا أما تروح منك. فنقولها إزاي بالإنجليش؟ بنقول كده: Sometimes you don't know what you have till you've lost it. Again, you don't know what you have till you've lost it. معنى مش هتحس بقيمة الحاجة إلا أما تروح منك. Sometimes you don't know what you have until you've lost it. Thank you for watching. Thank you for joining us today. أتمنى منكم ما تنسوش دعوة لوالدي بالرحمة والمغفرة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.